ميسان، لذلك يطمح حسين عبد الواحد أن يحقق الانتصار من خلال هذا اللقاء على حساب الطلبة بعدما خسر فريق نفط ميسان المباراة الماضية أمام فريق ديالى المتحفز في المباريات الأخيرة، لذلك يريد التعويض لخسارته الماضية فريق نفط ميسان، وهو يواجه الطلبة في مباراة اليوم في مباراة الختام للجولة 30 لدوري نجوم العراق. مباراة مهمة للطلبة وأيضا لفريق نفط ميسان. من خلال هذا اللقاء الطلبة يدخل إلى المباراة وهو في المركز الرابع ب 48 نقطة، بينما فريق نفط ميسان يحتل المركز الثامن برصيد 42 نقطة. لذلك الطموحات تبقى كبيرة في هذا اللقاء من أجل تحقيق الثلاث نقاط بالنسبة لنفط ميسان، وأول بطاقة صفراء قد تكون البطاقة الأسرع الصفراء في دورينا خلال هذا الموسم على اللاعب سواليو، أو بطاقة صفراء إلى لاعب دريسن يانغ، في أول بطاقة صفراء للاعب الطلبة دريسن يانغ. حكم المباراة يشيرها أحمد عسكر، هو اللي يقود هذا اللقاء بمساعدة أمير داوود، ياسر هاشم، حامد علي حكم رابع لمباراة اليوم. وفي غرفة الفار يتواجد الحكم الدولي يوسف سعيد، بالإضافة إلى المساعد رضا عباس. هذا هو الطاقم التحكيمي نفط ميسان، أول بطاقة صفراء يشيرها حكم اللقاء أحمد عسكر لدريسن يانغ اللاعب السنغالي لاعب الوسط لنادي الطلبة. كرة عن طريق الوسط لمصلحة فريق نفط ميسان، فرسان المملكة أمام الأنيق. هنا خطأ لصالح نادي نفط ميسان، خطأ آخر ونفس اللاعب يرتكب الخطأ هو دريسن يانغ. نذكر بتشكيل وخيارات الفريقين في هذا اللقاء. نبدأ من الفريق الضيف نادي نفط ميسان اللي يلعب بحسن نجم لحراسة المرمى، لخط الدفاع الإيفواري ألكسندر يولي، بالإضافة أيضا للإيفواري الآخر سواليو وتارا، عباس فاضل على اليسار، مصطفى محمد على اليمين. للوسط يلعب محمد سلام، ماثيو أولاد ميلا اللاعب النيجيري، على سعد عثمان ساني وديمي داوود. ولخط الهجوم يلعب بالنيجيري وهداف فريق نفط ميسان اللاعب اوكيكي افولابي. هذه تشكيلة نفط ميسان، وللمدرب حسين عبد الواحد مدرب نادي نفط ميسان. ركلة حرة تنفذ، همام طارق جهة اليسار لفريق الطلبة، يريد أن يبدأ بقوة من خلال هذا اللقاء. الطلبة اللي يلعب بفهد طالب لحراسة المرمى، سعد ناطق، دينيس نيغوين، حسين عمار، كرار سعد لخط الدفاع. للوسط دريسن يانغ، لؤي العاني، أوغستين أموتو، وهمام طارق لخط الهجوم سايمون مسوفا، وأيضا حسين اللاولدي. هذه خيارات المدرب باسم قاسم، واحد من المدربين الخبرة في دورنا المدرب باسم قاسم. كرة عن طريق الوسط الطلبة الأنيق يريد تحقيق النقاط الثلاث على حساب نفط ميسان في هذا اللقاء، والطموحات تبقى كبيرة أيضا لنفط ميسان والتفوق على الطلبة من خلال هذه المباراة. رمية جانبية، هذا عباس فاضل قريب لمدرب فريق نادي الطلبة، مدرب باسم قاسم، له تاريخ في الدوري العراقي على مستوى الألقاب مع دهوك القوة الجوية الزوراء، على مستوى بطولة كأس الاتحاد الآسيوي مع القوة الجوية. لذلك تاريخ للمدرب باسم قاسم مدرب فريق الطلبة. عائدة لحارس المرمى فهد طالب، واحد من الحراس الخبرة في دورنا، فهد طالب حارس منتخبنا الوطني. سعد ناطق كابتن الطلبة، سعد للأمام، أوغستين أموتو لاعب الطلبة، أوغستين أموتو عنده 5 أهداف على الزوراء وزاخو وأربيل وعلى النجف وعلى القرمة. القرمة اللي انتصر قبل هذه المباراة بفوز كبير على حساب النجف ب3 أهداف للا شيء. كرة عادت لدفاعات نفط ميسان، فرسان المملكة عن طريق الوسط، ماثيو أولاد ميلا مرة أخرى، عائدة لديمي داوود، ينقل كرة إلى جهة اليسار. نفط ميسان يحاول خلال هذا اللقاء أقرب الدفاعات الكسندر يولي اللاعب الإيفواري، هذا هو الكسندر يولي، سبق وأن لعب للحدود اللي خسر مباراة الحدود قبل هذا اللقاء أمام نوروز بهدفين لهدف. لذلك دائما هناك تقلبات بنتائج المباريات. والحدود اللي يحاول تخلص من المركز الأخير، محاولة عن طريق جهة اليسار، حسين لاوندي
عملية تمرير إلى العاني داخل منطقة الجزاء، ممكن يشاهد الطلبة على مرمى فريق نفط ميسان، والتسديد بالمباشر وأمام دفاعات حصينة لفريق نفط ميسان من أجل إبعاد محاولة الطلبة، ومرت إلى خارج أرضية الملعب من همام طارق لاعب الدولي السابق. همام طارق كرة إلى خارج أرضية الملعب لتصبح ركلة مرمى لصالح نادي نفط ميسان. ركلة مرمى لنفط ميسان. طلبة الزوراء لا زال هو المتصدر ب 64 نقطة. بنفس التوقيت تقام مباراة الشرطة وأربيل. الشرطة المركز الثاني 59 نقطة، زاخو 53، الطلبة 48. الجوية يأتي بعده، والقاسم بالمركز السادس، توك بالمركز السابع، نفط ميسان في المركز الثامن. ركلة مرمى نفط ميسان. طبعا المركز الثامن حقق في موسم 2018-2019، كان هذا موسم 2018-2019 المركز الثامن كان نفط ميسان، لكن هو حقق أفضل مركز له في تاريخه ومشاركاته في الدوري العراقي كان موسم أيضا 17-18 كان مركز ثامن، لكن 18-19 هو أفضل مركز لنفط ميسان كان المركز الخامس. وحاليا نفط ميسان هو في المركز الثامن وطموحاته أبعد من المركز الثامن. عملية الهجوم للطلبة على مرمى نفط ميسان، مصطفى محمد والضغط على لاعبي الطلبة قريبة داخل منطقة الجزاء، لكن تمر إلى خارج الملعب لركلة مرمى. ركلة مرمى. هذا حسين لاوندي يعني ابتعد كثير عن مباريات الطلبة الموسم الماضي بداية هذا الموسم للإصابة الخطيرة اللي تعرض لها حسين لاوندي، لكن هو عاد من جديد وبدأ يشارك في بعض المباريات مع الطلبة خلال هذا الموسم. عنده هدفين حسين لاوندي مع الطلبة خلال هذا الموسم، سجل هدفين في مرمى نوروز. هنا خطأ لنفط ميسان. محمد سلام لاعب الوسط، لاعب الكهرباء السابق محمد سلام. همام طارق جهة اليسار الأنيق. عملية التمرير أموتو قريب إلى الخط الجانبي، يحاول يمر. عملية التغيير من أوغستين أموتو، لكن كرة بعيدة. أوغستين أموتو وصلت لحارس المرمى حسن نجم اللي يقدم مستوى مميز مع فريق نفط ميسان في حراسة المرمى. 12 موسم وحسن نجم موجود مع تشكيل فريق نفط ميسان، بدأ من الفئات العمرية حتى وصول للفريق الأول، لكن هذا الموسم أخذ فرصة كاملة حارس المرمى لفريق نفط ميسان حسن نجم، وبالتالي أثبت وجوده كحارس مرمى جيد. جهة اليسار مصطفى محمد. اليوم حسين عبد الواحد يضع مصطفى محمد على اليسار ويضع عباس فاضل على اليمين. عملية تمرير ديمي داوودة السنغالي، يحاول يمر ديمي داوودة، يقع الكرة الوسط. عملية الهجوم الآن أوكي من أمامه تبعد، والصراع موجود في خط الوسط. عملية الإبعاد من الإيفواري ساندريولي. عملية الهجوم الآن ممكن يفعلها أوكيكي أفولابي، لكن هناك ضغط من دفاعات الطلبة على أفولابي. أوكيكي أفولابي عنده 4 أهداف، سجل على نفط البصرة والنجف والقرمة والكهرباء. عملية تغيير في المنتصف ماثيو من جديد فريق نفط ميسان. عملية التمرير من العاني، لكن الإبعاد من دفاعات فريق نادي نفط ميسان سواليو وترى. عملية تغيير هناك على الجانب الأيسر، محاولة تبقى لنفط ميسان. ديمي داوودة في موقف تسلل السنغالي، ديمي داوودة في موقف تسلل، وعلى فكرة هو الهداف لفريق نفط ميسان ب7 أهداف. داوودة على نوروز والحدود والشرطة والقرمة والكرخ ونوروز وعلى زاخو، الأهداف ال7 لديمي داوودة. يلعب كمهاجم جناح مع فريق نفط ميسان ديمي داوودة. هناك على الطرف الأيمن الأيسر، وبينما عثمان ساني على الطرف الأيمن، وفي المقدمة يلعب أوكيكي أفولابي. يعني خط الهجوم لفريق نفط ميسان من اللاعبين الأفارقة المحترفين. هذا همام، ممكن الطلبة الأنيق يزور شباك نفط ميسان في بداية هذا اللقاء. ال10 دقائق الأولى عادت للوسط من كرار سعد إلى دريسة داخل منطقة الجزاء. هدف أول، جول سايمون
مسوفا يسجل اول اهداف المباراة الطلبة الانيق. مسوفا يسجل اول اهداف المباراة للطلبة بكرة رأسية بتمريرة سحرية من لاعب الوسط لفريق نادي الطلبة ادريسة، اللي وضعها على رأس مسوفا ليسجل 10 اهداف خلال هذا الموسم. والرقصة الافريقية موجودة للاعبي الطلبة بهدف جميل، بهدف رائع، بتمرير ولا اروع من اللاعب ادريسا نيانج اللي وضعها على رأس اللاعب مسوفا اللي يسجل اول اهداف المباراة. غير متسلل على مسؤوليتي طبعا. سايمون مسوفا يسجل اول اهداف المباراة لصالح نادي الطلبة. مسوفا سايمون اللاعب التنزاني يسجل اول اهداف المباراة و10 اهدافه مع الطلبة خلال هذا الموسم، بعد ما سجل في مرمى الكهرباء والقرمة والحدود ونوروز هدفين على نفط البصرة وعلى كربلاء والنفط والميناء والقرمة طبعا هدفين. 9 اهداف كان لمسوفا، وهذا هدف العاشر في مرمى نفط ميسان. اذا سايمون مسوفا يسجل اول اهداف المباراة لصالح نادي الطلبة. 1 الطلبة لا شيء لنفط ميسان. بداية مبشرة لجمهور الطلبة الحاضر المتواجد في ملعب المدينة الدولي من خلال هذا اللقاء، لذلك الطلبة يحاول أن يضرب بقوة ويسجل انتصار جديد هذه المرة على حساب الطلبة، على حساب نفط ميسان من خلال هذه المباراة. هذا هو مسوفا التنزاني، لاعب مميز، لاعب ممتاز. دريسا نيانج، لؤي يلعب على الطرف الايمن. لؤي يحاول ان يمر من امام مصطفى بالمهاره، مر لؤي العاني، وهناك خطا وركله حره لصالح نادي الطلبه. بدايه قويه للطلبه بعدما بدا فريق نفط ميسان في الدقائق الثلاث الاولى يهاجم على مرمى الطلبه وحصل على بعض الاخطاء القريبه على المرمى، لكن الطلبه عاد وبدا يهاجم على فريق نفط ميسان، ويبدا المباراه بهدف عن طريق اللاعب سايمون مسوفا. هذا مصطفى محمد جبر لاعب ومدافع اليسار لنفط ميسان. ركله حره العاني على التنفيذ، الركله الحره المباشره العاني. 4 اهداف على كربلاء والنجف وديالى والكرخ. لؤي العاني القادم من الزوراء للطلبه، لؤي العاني الزوراء المتصدر. هنا حسن نجم الحارس لفريق نفط ميسان يحاول الدفاع عن مرماه في هذا اللقاء، لكن اهتز الشباك في هذا اللقاء في الدقائق العشر الاولى وعن طريق التنزاني اللاعب سايمون مسوفا. ركله حره مباشره، مسوفا يبدأ التسجيل. ركلة حرة داخل منطقة الجزاء، الطلبة الأنيق مسوفا من جديد، وعملية الإبعاد من عثمان سانيه النيجيري إلى خارج الملعب لرمية جانبي. اليوم يبدأ أساسي عثمان سانيه، لاعب بديل في مباراة ديالى اللي خسرها نفط ميسان أمام ديالى بهدف لا شيء. ديالى في مباريات الأخيرة بدأ يضرب بقوة، انتصار على القوة الجوية وعلى نفط ميسان، وآخر انتصاراته كانت على زاخو. في هذه الجولة فاز على زاخو. هذا سواليو وترى ركلة رمية جانبية تنفذ، عملية الإبعاد، المحاولة تستمر، وهنا التسديد بالمباشر من حسين عمار، لكن بعيدة كرة حسين عمار إلى خارج الملعب. عنده هدف على الكهرباء، هدف الانتصار على الكهرباء حسين عمار. المباراة اللي فاز فيها الطلبة على الكهرباء 2-1 حسين عمار هو سجل هدف في اللحظات الأخيرة في الوقت المحتسب بدل ضاع، وجلب 3 نقاط لفريق الطلبة. كرة عالية الأمام، عملية الإبعاد، الكسندر يولي للوسط لصالح فرسان المملكة، لكن بعيدة مرت إلى خارج الملعب لتصبح رمية جانبية لصالح الطلبة من الجهة البعيدة. ديمي داودة هذا حسين عمار، رمية جانبية لصالح نادي الطلبة من الجهة البعيدة. عادة الوسط طلبة، محاولة عادت لمصلحة نفط ميسان، تمرير الأمام، لا وجود لمتابعة اللاعبي ومهاجمي فريق نفط ميسان، تصل لفيها الطالب حارس الطلبة. سعد ناطق، سعد يعيدها لنيغوين، دينيس نيغوين لاعب الكاميروني لفهد طالب. كرة طويلة من فهد، حارس المرمى لاوندي، من امامه تبعد لاوندي، عادت محمد اقرب لاوكيكي، عمليه الهجوم لمصلحه فريق نادي نفط ميسان. قد يبدو هناك لمسه يد، قرار حكم المباراه
احمد عسكر مع وجود خطا هذا على سعد. هل يجلب السعد لنفط ميسان خلال الدقائق القادمه؟ لا زال هناك وقت مبكر للحديث عن النتيجه. هذا حسين لاوندي مر بهذه الطريقه حسين، لكن حسن نجم حارس المرمى والابعاد من امام حسين لاوندي. ينطلق كالسهم حسين لاوندي من امام دفاعات نفط ميسان، لكن يصطدم بحارس المرمى لفريق نفط ميسان الحارس حسن نجم. خروج موفق لحارس المرمى حسن نجم وابعاد الكره من امام حسين لاوندي. ركنيه للطلبه، افضل في هذه الدقائق فريق الطلبه. الانيق على حساب نفط ميسان، الانيق على حساب فرسان المملكه. تنفذ الركنيه داخل منطقه الجزاء، والحارس حسن نجم يرتقي من اعلى نقطه والانقاذ والتمرير بالمباشر والبحث عن اوكيكي افولابي الوحيد في خط المقدمه لفريق نفط ميسان. يعيدها لعلاء سعد، ممكن نفط ميسان من المرتدات يصنع الفارق ويعود لاجواء المباراه، لكن بسرعه عاد لاعبي فريق الطلبه للدفاع عن المرمى. كره عن طريق الجانب الايمن، عباس فاضل، خاطئه من عباس فاضل. من جديد عاد وافتك الكره من امام همام ساني. عثمان ساني النيجيري، عثمان ساني يحاول يمرر للامام عثمان ساني، لكن يضطر للعوده لضغط لاعبي فريق نادي الطلبه على عثمان ساني. كان ضغط من اللاعب دريسن يانغ، اللاعب القادم من الشرطه دريسن يانغ. كره عادت الوسط لنفط ميسان، وفهد طالب يبعدها الى ركنيه، يبعدها الى ركنيه. محاوله جيده لنفط ميسان، محاوله جيده من مسافه بعيده، التسديد بالمباشر على المرمى، لكن حارس المرمى الخبره فهد طالب. لاحظ علاء سعد يفتك الكره بهذه الطريقه ويسدد بيسرى، ولاحظ الاعاده لمحاوله قبل محاوله اللاعب علاء سعد. ركنيه، هذا هو علاء سعد، على التنفيذ للركنيه علاء سعد. 6 اهداف مع نفط ميسان علاء داخل منطقه الجزاء، لكن حلوه لفهد. خروج لحارس المرمى للطلبه فهد، يقع الكره الامام، يتواجد سايمون مسوفا من امامه، تبعد سايمون مسوفا الى خارج الملعب برميه جانبيه لصالح نادي الطلبه من الجهه البعيده. هذا مصطفى محمد، وعمليه الابعاد الى خارج الملعب برميه جانبيه، رميه جانبيه. لاحظ هنا الاعاده لتسديده علاء سعد صاحب الاهداف السته مع نفط ميسان، سجل على الحدود وعلى الشرطه وعلى زاخو وعلى الطلبه وعلى كربلاء وعلى نادي القرن. اهداف اللاعب علاء سعد. كره الوسط طلبه، حلوه المباراه لغايه الان من خلال الاداء وهدف سايمون. تنقل حسين عمار داخل منطقه الجزاء، لاوندي عمليه الارتقاء من امام دفاعات نفط ميسان. عمليه الابعاد عن طريق اللاعب الكسندر يولي، تغيير اللعب لجهه اليسار مصطفى محمد. فرسان المملكه محمد سلام، ينقل الوسط محمد سلام. ماثيو اولاد ميلا، اللاعب النيجيري اولاد ميلا، عادت من جديد الى ماثيو اولاد ميلا. عثمان ساني نيجيري اخر، لديهم اوكيكي افولابي ايضا نيجيري، لديهم ديمي داود السنغالي، لديهم الكسندر يولي كوديفوار، سواليو واتارا ايضا من كوديفوار. اي ان حسين عبد الواحد اشرك المحترفين الست، اشرك المحترفين الست، 6 محترفين موجودين في تشكيله نفط ميسان من خلال هذا اللقاء امام الطلبه. كره النقل جهه اليمين، سعد ناطق كابتن الطلبه، لاوندي والضغط على دفاعات نفط ميسان. عباس فاضل عمليه الابعاد، همام طارق، حسين جهه اليسار، لاوندي ينقل الكره داخل منطقه الجزاء، والبحث دائما عن سايمون مسوفا، لكن طالت على سايمون مسوفا ومرت الى خارج الملعب لركله مرمى، او هذا اوغستين اموتو. اوغستين اموتو نيجيري مع فريق الطلبه. كرة النقل الوسط، عملية الابعاد من دريسن يانغ، تغيير اللعب الى مصطفى جهة اليسار. يحاول فريق نفط ميسان فك الشفرة لدفاعات فريق الطلبة للوصول الى هدف تعادل. التفكير بالنتيجة، اوكيكي افولابي، خطيرة 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 نفط ميسان، ومرت وطالت على اوكيكي افولابي، وحالة التسلل غير موجودة
بقرار من مساعد حكم اللقاء المساعد الأول أمير داوود الدولي. لا وجود للراية. أوكيكي أفولابي واجه المرمى. لاحظ الإعادة وهو غير متسلل. أوكيكي أفولابي كان يعتقد لاعبي الطلبة أن أوكيكي أفولابي كان في موقف تسلل، لكن الراية لم تكن موجودة، لذلك مرت على أوكيكي وضاعت فرصة لفريق نفط ميسان لمعادلة النتيجة مع الطلب. جهة اليسار مصطفى محمد سلام، علاء سعد، علاء حاول يمر من امام دريسن يانغ لكن خطأ على دريسن يانغ. ركلة حرة لصالح نادي نفط ميسان. هذا هو علاء سعد. تصور عزيزي المشاهد يعني طلبة بتاريخه بالعراقة بإنجازاته على مستوى الدوري العراقي، لكن لو نرجع للتاريخ للمواجهات ما بين نفط ميسان والطلبة نشاهد التفوق لنفط ميسان تاريخيا على الطلبة. نشاهد تفوق نفط ميسان على الطلبة تاريخيا. تواجهوا في 26 مباراة. نفط ميسان حقق الانتصار ب10 مباريات على الطلبة، بينما الطلبة فاز على نفط ميسان ب8 مباريات، و8 مباريات انتهت بالتعادل، أو 10 مباريات انتهت بالتعادل. عذرا 8 مباريات انتهت بالتعادل، 10 لنفط ميسان، 8 التعادل، وحضر في مباريات الفريقين التعادل أيضا 8 مرات. 26 مواجهة، والمواجهات التاريخية تصب لصالح فريق نفط ميسان على حساب الطلبة. أول مباراة جمعت الفريقين فاز الطلبة 4-0، كان هذا موسم 2010. إيهاب كاظم، عقيل محمد عبد جديع، وخطأ المدافع في مرماه. مباراة اللي انتهت 4-0. لكن مباراة الذهاب خلال هذا الموسم آخر مباراة جمعتهم نفط ميسان فاز على الطلبة 1-0. نفط ميسان فاز على الطلبة 1-0. سجل الهدف عن طريق اللاعب علاء سعد. وأيضا عند انتصار تاريخي فريق نادي نفط ميسان على الطلبة 4-0 موسم 23-24. فاز نفط ميسان وكانت ثلاثية هناك لعلاء الدين الدالي. هنا المحاولة، ممكن الآن نشهد هدف تعادل لفريق نفط ميسان. نفط ميسان علاء الدين الدالي سجل 3 أهداف، وبنيامين آكور النيجيري سجل هدف. يعني فوز تاريخي على الطلبة، كان 4-0 في موسم 23-24. وتاريخيا نفط ميسان يتفوق على الطلبة. كرة الوسط علاء، عثمان ساني نيجيري، ممكن لأوكيكي، وضغط من كرار سعد وخطأ على كرار. اعتقد بطاقة على كرار سعد. اعتقد بطاقة على كرار سعد. يدافع بشكل جيد فريق الطلبة عن مرماه. لاحظ هنا الإعادة والتدخل بهذه الطريقة، والبطاقة الصفراء الأولى يشيرها حكم المباراة لكرار سعد لاعب ومدافع الطلبة. والكسندر يولي أيضا كان يشارك كرار سعد بمحاولة فريق نفط ميسان. ركلة حرة لنفط ميسان، لؤي العاني. إذا كرار سعد والبطاقة الأولى من خلال هذا اللقاء. ركلة حرة مباشرة، ركلة حرة مباشرة. كرار أو علاء سعد على التنفيذ الخطأ، يمتلك قدم يسرى قوية. علاء سعد مع توجيهات فهد. علاء سعد وفهد، هل يعدل نفط ميسان أم يحافظ الطلبة اللي يعتبر ثاني أقوى خط دفاع في دورينا بعد الشوط؟ تسديدة لم تكن بالشكل السليم من اللاعب علاء سعد. الطلبة اللي يعتبر ثاني أقوى خط دفاع في دورينا خلال هذا الموسم بعد الشرطة، 18 هدف في مرمى الطلبة، بينما الشرطة 17 هدف. ثاني أقوى خط دفاع في دورينا هو خط دفاع نادي الطلبة. يعني ثاني أقوى خط دفاع لفريق يلعب على أرضه. فقط 8 أهداف في مباريات الطلبة على أرضه، فقط 8 أهداف.
لكن يبقى أقوى خط دفاع على أرضه هو فريق النفط. 6 أهداف فقط في مرمى فريق النفط عندما يلعب فريق النفط على ملعب، وملعب الافتراضي هو ملعب الكرخ. لاحظ هنا الإعادة والدفع والصراع الموجود ما بين حسين عمار عثمان ساني أو ديمي داود. الطلبة على ملعبه. هذه المباراة 14 مباراة على ملعب فريق الطلبة من أصل 19 مباراة، فاز في 9، تعادل في 2 وخسر في 3. بينما نفط ميسان خارج ملعبه لعب 14 مباراة، فاز في 7، تعادل في 2 وخسر 5، سجل 19 وعليها 18. يعني نفط ميسان مرشح أن يسجل في مرماه، خارج ملعبه دائما ما يسجل في مرمى نفط ميسان، لذلك الطلبة سجل في مرمى نفط ميسان. كان مرشح أن يسجل في مرماه نفط ميسان خارج ملعبه، وبالفعل الطلبة يبدأ التسجيل من خلال هذا اللقاء عن طريق اللاعب التنزاني سايمون مسوفا. كرة مرت لصالح الطلبة، هناك خطأ، ركلة حرة لصالح نفط ميسان، ركلة حرة لنفط ميسان. نفط ميسان طبعا هو ثالث أفضل فريق يلعب خارج ملعبه بعد الشرطة والزوراء، يعني خارج ملعبه 14 مباراة لعب، حقق 23 نقطة، بينما الشرطة 13 مباراة 32 نقطة، ويبقى الزوراء 14 مباراة 26 نقطة. يعني بعد الزوراء والشرطة نفط ميسان حقق أفضل النتائج خارج ملعب. رمية جانبية، مباراة صعبة على الفريقين، على نفط ميسان وعلى الطلبة. كرة النقل الوسط بعد هدف سايمون، قلت فاعلية خط الهجوم للطلبة، وأيضا فريق نفط ميسان اللي يحاول العودة إلى المباراة. عملية تمرير، عباس فاضل يعيدها للخلف إلى ألكسندر يولي، مر الإيفواري يحاول أن يمرر إلى ديمي داوود هناك من الجهة البعيدة، لكن طويلة على ديمي داوود السنغالي إلى خارج أرضية الملعب لركلة مرمى لصالح نادي الطلبة. ركلة مرمى للأنيق، طلبة ثالث أفضل فريق على ملعبه، 14 مباراة 29 نقطة، متفوقا على الشرطة اللي عنده 15 مباراة على ملعبه حقق 27 نقطة، لكن يبقى الأفضل الزوراء على ملعبه. يبقى فريق الزوراء المتصدر هو الأفضل على ملعبه، لعب 16 مباراة على ملعبه 38 نقطة. زاخو 15 مباراة على ملعبه حقق 32 نقطة، هو الثاني، زاخو الثاني والطلبة الثالث والشرطة الرابع. عندما تلعب على ملاعبها هذه الفرق، الزوراء هو الأفضل على ملعبه، يأتي بعد ذلك زاخو، ومن ثم نفط ميسان، وبعد ذلك الشرطة. عملية تغيير، هناك حسين عمار، كنترول جيد من حسين عمار إلى همام، ممكن يجد المساحة للتسديد، همام يسدد لكن مرت بعيدة نصف ساعة. يا من تتابع وتشاهد قنوات شبكة الإعلام العراقي ومباريات دوري نجوم العراق والأمتار الأخيرة لدورنا، والمتبقي 8 جولات فقط، 8 جولات هي جولات الحسم لكل الفرق 20 الموجودة في دورنا، صراع اللقب وصراع الهبوط، بينما الفرق اللي تقع في منتصف الترتيب مواقعها جيدة ومؤمنة على بقائها للموسم القادم. من هالفرق اللي أمامنا فريق الطلبة، فريق نفط ميسان، القرمة، أندية أخرى اللي تقع من التسلسل الرابع إلى التسلسل الخامس عشر. مصطفى محمد يسدد من بعيد، مصطفى لكن مرت إلى خارج أرضية الملعب لركلة مرمى لصالح الطلبة. ركلة مرمى للطلبة. طلبة التاريخ والألقاب على مستوى الدوري العراقي، لكن غياب من فترة ليست بالقليلة، 24 عام، والطلبة بعيد عن منصات التتويج.
اول لقب كان للانيق 80 81 مع عمو بابا، 81 82 جمال صالح، 85 86 مع علوان، و92 93 ايوب اوديشو. اخر القابه كانت في موسم 2001 2002 مع الثائر احمد. هذا كان اخر لقب للطلبه، بعد ذلك غاب لفتره طويله، عقدين من الزمن ونصف العقد غياب الطلبه عن منصات التتويج. لذلك حاول باستقدام المدرب الخبير باسم قاسم خلال هذا الموسم. قدم لنا الهداف الكبير والرائع نجم الكرة العراقية السابق حسين سعيد كهدافا ل3 مرات للدوري العراقي. الطلبة بتاريخه ونجوميته ولاعبيه السابقين وايضا اللي مروا على تاريخ فريق الطلبة. كرة مرت الى خارج الملعب لركلة مرمى. قدم لنا الهداف حسين سعيد نجم المنتخب الوطني رئيس الاتحاد العراقي السابق. حسين سعيد كان من ابرز النجوم اللي مرت على تاريخ الطلبة. كرة عادت اسماء كثيرة وعديدة لفريق الطلبة يصعب حصرهم في دقائق مروا على تاريخ الطلبة كنجوم وكمدربين. نفط ميسان ايضا قدم لنا هداف للدوري العراقي. نفط ميسان قدم لنا هداف للدوري العراقي هو وسام سعدون، موسم 17 18 ب 24 هدف، تفوق على كل الهدافين الموجودين في دورنا سواء هداف الانديه البغداديه او المحافظات. لذلك وسام سعدون حقق لقب الهداف. هنا محاوله طلبه داخل منطقه الجزاء، لا وندي لكن طارت على مصطفى الى خارج الملعب ركنيه. قدم لنا الهداف وسام سعدون فريق نفط ميسان. هنا المدرب الجنرال باسم قاسم، المدرب الخبير في دورنا، خبير في دورنا، يعرف كل صغيره وكبيره عن الدوري العراقي، عمل مع عده انديه، درب الزوراء، الجويه، الشرطه، هذه المره يدرب الطلبه، ايضا النفط. تاريخ لهذا المدرب باسم قاسم. ايضا درب منتخبنا الوطني العراقي، احترف فتره كمدرب في الدوري اليمني. الطلبه جهه اليسار دينيس نيغوين يحاول التقدم الامام. دينيس نيغوين، هناك خطا لصالح نادي نفط ميسان، ركله حره مباشره، ركله حره مباشره. سايمون مسوفا يرتكب خطا. سايمون مسوفا مع وجود ركله حره مباشره لصالح نفط ميسان. ينفذ الخطا عن طريق الوسط. علاء سعد، علاء غياب تام لاوكيكي افولابي مهاجم وهداف نفط ميسان خلال هذا الموسم. غياب للنيجيري اوكيكي افولابي، لكن ممكن من لقطه، من محاوله، من فرصه لاوكيكي افولابي الوصول الى مرمى فريق الطلب. كرة النقل الامام قريبه لمنطقه الجزاء، هذا هو اوكيكي افولابي لكن مرت على اوكيكي، تعود لمصلحه فريق الطلبه مع تدخل لاعبي فريق نفط ميسان. المحاولات مستمره وكرات مقطوعه في المنتصف للاعبي نفط ميسان وايضا للاعبي فريق الطلبه. عمليه الهجوم للطلبه، الطلبه عمليه التغيير، المحاوله تستمر لفريق الطلبه عن طريق الوسط. همام، عمليه تغيير هناك الى حسين عمار. حسين ينقل الوسط، حسين عمار، محاوله. الطلبه يحاول اضافه هدف ثاني للوصول الى نتيجه المباراه لكن ضاعت على مسوفه، مرت الى حارس المرمى حسن نجم. هنا بطاقه صفراء، اعتقد هنا خطا، بطاقه صفراء للطلبه. همام طارق يشكو من الاصابه، ان شاء الله بالسلامه لهمام، لكل اللاعبين، للاعبي الطلبه ونفط ميسان. لاحظ الاعاده والتدخل والخطا على ماثيو اولاد ميلا. ركله حره للطلبه، هذا هو همام طارق، سنوات طويله مع القوه الجويه، مع الصقور، اللي تعادل ايضا في هذه الجوله مع فريق القاسم، ونادي القاسم اللي يقدم مستويات كبيره، صاحب المركز السادس. نادي القاسم مركز اكثر من رائع لنادي القاسم، المركز السادس، وادهوك اللي حقق انتصاره
يوم امس على كربلاء اللي قدم مباراة كبيرة امام دهوك، لكن خسر اللقاء. يعاني ايضا كربلاء، يعاني كربلاء في المركز التاسع عشر. ركلة حرة لصالح نادي الطلبة. العاني المتخصص بالكرات الثابتة ممكن يضاعف النتيجة على حساب نفط ميسان من خلال الخطأ والركلة الحرة المباشرة. ركلة حرة مباشرة، هذا لؤي العاني. لؤي العاني ممكن يجعل نفط ميسان يعاني. حسين عمار يتركها إلى لؤي. ننتظر هل يتمكن الوصول إلى المرمى. العاني يسدد على المرمى، وحسن نجم الإبعاد. حسن نجم والتوقع الصحيح لحارس المرمى لفريق نفط ميسان، والإبعاد إلى ركلة ركني. والإبعاد إلى ركلة ركني. الإبعاد إلى ركلة ركني. لاحظ هنا الإعادة وتسديدة لؤي العاني، لكن توقع لحارس مرمى فريق نفط ميسان حسن نجم، والإبعاد إلى ركني. ركلة ركنية على القائم الأيسر تنفذ داخل منطقة الجزاء. عملية الإبعاد نفط ميسان، ممكن المرتدات. علاء سعد لاعب جيد، لاعب ممتاز. علاء سعد يحصل على خطأ وتدخل من همام طارق، وركلة حرة لنفط ميسان. فرسان المملكة هذا همام طارق. لاحظ هنا الإعادة والدفع واضح من همام. ركلة حرة، ركلة حرة مباشرة لمصلحة فريق نفط ميسان. ينفذ الخطأ الكسندر يولي وتارا سواليو الإيفواري لمواطنة طبعا الكسندر يولي. من واتارا ليولي عمار. عملية تمرير الأمام لمصلحة فريق نفط ميسان. عباس فاضل لكن بعيدة على عثمان ساني إلى خارج الملعب لرمية جانبية لصالح نادي الطلبة من الجهة القريبة. هذا عثمان ساني النيجيري. عثمان ساني كرار. رمية جانبية للطلبة تنفذ لاوندي من أمام الإبعاد من سواليو وكرار سعد، وهناك خطأ وركلة حرة على لاعب دريسن يانغ. يجب أن يكون حذر، عنده بطاقة صفراء دريسن يانغ، عنده بطاقة صفراء دريسن يانغ. لاحظ الإعادة، وقد يكون فيها كلام، قد يكون فيها كلام على دريسن يانغ، عنده بطاقة، عليه الحذر خلال هذه المحاولات. ركلة حرة لصالح نفط ميسان. عائدة للكسندر يولي، ينقل كرة للأمام. هناك تدخل وخطأ على عثمان ساني، خطأ على عثمان ساني، وبطاقة صفراء على عثمان ساني. نيجيري. بالسلامة لكرار سعد، بالسلامة لكرار سعد. عثمان ساني. والحديث مع حكم اللقاء محمد عسكر. محمد عسكر حكم هذا اللقاء من الموصل. لاحظ الإعادة والتدخل على همام طارق. هذا سعد ناطق جهة اليسار. نيغوين يلعب كرة الأمام. نيغوين الكاميروني أقرب لمصطفى محمد، والضغط من لاوندي على مصطفى محمد. يفتك الكرة حسين لاوندي، ومصطفى بالأخير يبعدها إلى خارج الملعب لتصبح رمية جانبية لصالح نادي الطلبة من الجهة البعيدة. رمية جانبية للطلبة من الجهة البعيدة. 40 دقيقة يا من تتابع وتشاهد قنوات شبكة الإعلام العراقي. ويبقى التقدم لنادي الطلبة بهدف سايمون مسوفا اللاعب التنزاني بكرة رأسية. هذا هو مسوفا، يعيد الخلف. لؤي العاني يسدد بيمناه، لكن ابعاد من دفاعات نفط ميسان عن طريق اللاعب الكسندر يولي. اوكيكي متراجع للوسط. اوكيكي افولابي لقيادة الطلعة الهجومية لصالح نادي نفط ميسان إلى عثمان ساني. من نيجيري إلى نيجيري. نسور نيجيريا موجودين مع نفط ميسان داخل منطقة الجزاء، لكن سعد ناطق كابتن الطلبة جهة اليسار. كرار سعد، كرار بعيدة عن أموتو. عادت لدفاعات
نادي نفط ميسان. في بعض الفترات نشاهد نفط ميسان يهاجم على مرمى فريق الطلبة، لكن تبقى المحاولة الأخطر هي تسديدة اللاعب علاء سعد اللي أنقذها حارس المرمى فهد طالب. عدا ذلك أغلب كرات نفط ميسان هي تكون خارج منطقة جزاء الطلبة. عملية الهجوم، هذه المرتدات الطلبة ممكن موتو، هي كرة إلى همام يحاول يمر من أمام لاعبي فريق نفط ميسان لكن يخسر همام. عادة نفط ميسان علاء حاول يغير اللعب إلى ساني لكن بعيد عن ساني وأقرب لكرار سعد. ينطلق مدافع اليسار للطلبة كرار للعاني لؤي سير عمار. هناك على الطرف الأيمن تدخل من مصطفى محمد إلى ديمي داودة السنغالي. سود التيرانجا مع نسور نيجيريا مع الأفارقة مع نفط ميسان مع الطلبة، هل يصنعون الفارق في هذا اللقاء؟ والإبعاد من لؤي العاني في اللحظة الأخيرة إلى ركلة ركنية لنفط ميسان. كانت فرصة لنفط ميسان لكن لؤي العاني والإبعاد في اللحظة الأخيرة. ركلة ركنية ديمي سعد ناطق يوجه زملاء اللاعبين داخل منطقة الجزاء. نفط ميسان هل يعدل قبل النهاية للشوط الأول أم الطلبة يضاعف النتيجة قبل النهاية؟ والبحث عن سايمون مسوفا اللي ينطلق بسرعة لكن حسن نجم يلعب دور المدافع. لاوندي ممكن يستغل تقدم الحارس، لاوندي يحاول أن يمرر لاوندي ولمسة يد، ركلة حرة لصالح نادي الطلبة. لمسة يد وركلة حرة للطلبة. عباس فاضل، لمسة يد على عباس فاضل مع وجود ركلة حرة لصالح نادي الطلبة. عباس فاضل مدافع يمين نفط ميسان يرتكب الخطأ. لاحظ الإعادة وحاول أن يمرر إلى مسوفا. لاحظ هنا الإعادة مسوفا اللي انطلق من أمام مدافعي نفط ميسان وانتظر التمرير من حسين لاوندي لكن لمسة اليد كانت على عباس فاضل مع وجود ركلة حرة مباشرة قريبة جدا من مرمى نفط ميسان. الطلبة والبحث عن هدف آخر يخرج من الشوط الأول بأريحية عندما يسجل هدف ثاني بانتظار التعليمات من باسم قاسم. وأيضا على الجانب الآخر نفط ميسان أكيد راح يكون حديث مطول لمدرب نفط ميسان الحالي هو حسين عبد الواحد، ثالث مدرب لنفط ميسان. وهنا المحاولة والتسديد على المرمى مرة أولى وثانية لكن حسن نجم. حسين عبد الواحد فاز على زاخو وخسر من ديالة، وهذه مباراة الثالثة. مباراتين قادهم الدكتور ضياء سالم طبعا مع الكهرباء تعادل، فاز على الكهرباء وتعادل مع نوروز، لكن بقية المباريات كانت بقيادة المدرب علي عبد الجبار مدرب فريق القوة الجوية الحالي. آخر 5 مباريات كانت بقيادة الدكتور ضياء سالم مبارتين وحسين عبد الواحد أيضا مبارتين، وهذه المباراة الثالثة لحسين عبد الواحد. علاء سعد وجماهير نفط ميسان، النادي النفط الوحيد اللي يمتلك قاعدة جماهيرية من الأندية النفطية المشاركة في دوري نجوم العراق. نتحدث عن نفط البصرة ونتحدث عن النفط، لكن نفط ميسان هو الفريق الوحيد المشارك في الدوري العراقي من الأندية النفطية اللي يمتلك قاعدة جماهيرية، وكان أيضا موجود الموسم الماضي فريق نفط الوسط. ركلة حرة لصالح نادي نفط ميسان لؤي العاني. لاحظ هنا الإعادة والتدخل على عثمان ساني، وركلة حرة لصالح نفط ميسان. نشهد الدقائق الأخيرة عودة فرسان المملكة على حساب الطلب. تدخل من لؤي العاني واعتراض على قرار حكم المباراة، حكم درجة أولى من الموصل الحدباء الموصل الحبيبة، حكم اللقاء أحمد محمد عسكر من عائلة تحكيمية طبعا، الوالد والشقيق. ركلة حرة مباشرة لنفط ميسان، خطأ أمام منطقة الجزاء لمرمى فريق الطلبة، لكن سهلة تصل لفهد طالب حارس الأنيق دائما ما يحاول العودة لمنافسة الفرق في الصدارة والبحث عن اللقب
في كل موسم يكون هناك طموحات لجماهير الأنيق العاشقة والمحبة لهذا الفريق، دائما طموحاته تكون كبيرة بأن الفريق يعود إلى منصات التتويج، لكن في كل موسم يصطد بعقبات كثيرة الطلبة، وبالتالي يفقد حظوظه للتواصل مع الفرق اللي دائما ما تنافس على اللقب. نتحدث عن الشرطة، عن الطلبة، عن الزوراء، عن القوة الجوية، لكن الطلبة بعيد تماما عن هذه الفرق الثلاث. الأقطاب الأربعة في دورينا فرق الجماهيرية الكبيرة البغدادية. ركلة حرة لنفط ميسان داخل منطقة الجزاء، وصلت لفهد طالب. إذن نلعب في الوقت المحتسب بدل ضاع اللي قدر حكم المباراة دقيقتان وقت بدل ضاع للشوط الأول. نلعب في الدقيقة الثانية المحتسبة كوقت بدل ضاع، وبعد ذلك يزدل الستار عن الشوط الأول بتقدم الطلبة على حساب نفط ميسان. مرت إلى خارج الملعب لركلة مرمى للطلبة. أعتقد الشوط الأول ذاهب إلى هدف مسوفة، ذاهب إلى هدف مسوفة فقط. هذا دريسن يانغ والدخول من عثمان ساني والصراع الأفريقي. عثمان ساني، ركلة مرمى للطلبة، ثواني قليلة. فهد طالب، كرة عالية من فهد، والرأسية عملية الهجوم لاوندي ممكن يصل، لكن وصلت لحارس المرمى سهلة لحسن نجم حارس نفط ميسان. باليد من حسن نجم. عباس فاضل، اوكيك، حاول الضغط على مدافعي فريق نادي الطلبة. إذن في هذه الأثناء أيها الأحبة مشاهدينا متابعينا أينما كنتم عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، حكم اللقاء أحمد عسكر يطلق الصافر النهائي الكامل للشوط الأول للقاء الطلبة ونفط ميسان لحساب الجولة 30، وهذه المباراة هي الختام لهذه الجولة. ينتهي الشوط الأول بتقدم فريق الطلبة بهدف لا شيء. الهدف سجل عن طريق اللاعب التنزاني الواضح أمامنا في الصورة سايمون مسوفا، هو من أنهى الشوط الأول بالتقدم للطلبة. أحبتي، استراحة قصيرة ثم العودة للشوط الثاني من خلال هذا اللقاء. انطلاقه نحو الامام، ايجاد الحلول، كره اصطدت، توغل نحو الامام، تمريره ذكيه جميله لدياله، وممكن هدف اول لمدينه البرتقال. الله 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 الله، دياله تضرب اولا وتكسر صمت البدايه من بوابه البرتقال، من بوابه البرتقال والانهار. جاء الهدف البرتقالي، يعدل المزاج البرتقالي ويسجل بالدقيقة 70 أوباري الغاني يسجل هدف أول بالدقيقة 70. الله الله الله، أبناء مدينة البرتقال بملعب ميسان الدولي يسجلون هدف. شوف الإعادة، الكرة من الجهة اليمنى العرضية الجميلة والمتابعة والفينش، هو شايفها بالبعيدة من أوباري. يا سلام عليك يا أوباري، يا سلام عليك يا أوباري، يفتتح التسجيل بهذه المباراة. هذا هدف أول بعدما انتظرنا ل70 دقيقة. هكذا هي كرة قدم، يجب أن تحضر بها الأهداف. نادي دياله سجل أول أهداف اللقاء. محمد سامي إلى ميسوكي حاول، عالية ملعوبة، الكرة خطيرة، جول سعد عبد الأمير، سعد عبد الأمير يسجل أول الأهداف بالدقيقة 10 من عمر المباراة.
التمركز غير سليم، وسعد عبد الأمير يسجل أول الأهداف. هدف ولا أروع ولا أجمل برأسية رائعة. سعد عبد الأمير سجل في شباك الميناء ونفط البصرة وأرضي والحدود، ويسجل هدفا خامس اليوم في شباك النجف. ارتقاء رائع، ارتقاء رائع بكرة جميلة ولا أروع من ميسوكي. ارتقاء رائع ورأسية رائعة وهدف رائع أول في ملعب المباراة. شوف 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 ميسوكي من بين المدافعين، يتحملون المدافعين، يتحملون هذا الهدف المدافعين. شوف شوف ماكنزي وخلفه سعد، من خلف ماكنزي يخطف رأسية جميلة ويحرز أول الأهداف بالدقيقة 10 من عمر المباراة. أول الأهداف عن طريق سعد عبد الأمير بالدقيقة 10. شوف الارتقاء السليم الرائع الجميل، وهدف تقدم أول للقوة الجوية على حساب النجف. عصام تعود حلوة إلى محمد سامي، محمد سامي إلى كرة بالقائم، نوى مرة أخرى عصام يكملها إلى داخل الخط. ميسوكي يلعبها تركب من القائم، وعصام صبحي يسجل جول. هدف ثاني، هدف ثاني، هدف ثاني، هدف الأمان والاطمئنان بالدقيقة 58 عن طريق عصام صبحي. عصام الصبحي يسجل هدف الخامس بعد أن سجل في شباك أربيل كربلاء. نوروز ديالة يسجل من كرة مرتدة من القائم، نفذها ميسوكي، أكملها عصام الصبحي المتمركز سليم أمام فرحة هذا الطفل. هذا المشجع الصغير. والله حسبه يغيب الكبار، حسبه يغيب الكبار عن تشجيع الصقور. المفروض مهما كانت النتائج الجمهور. اللاعب رقم 12 كرة ارتدت من القائم، أكملها الصبحي إلى داخل الشباك، وهدف ثاني، هدف أمان واطمئنان لفريق القوة الجوية. 2 القوة الجوية لا شيء النجف، 2 القوة الجوية لا شيء النجف. هل سيثأر الصقور بما آلت إليه نتيجة الذهاب ويحققون الفوز برباعية؟ من يدري. نعود للمواجهات. التقى الفريقان في 57 مواجهة. يحاول ترتد الكرة، ممكن محمد جواد، وهدف ثالث. جول بالدقيقة 63 يضيف محمد جواد يضيف الهدف الثالث بالدقيقة 63 من عمر المباراة، ويسجل في شباك فريق السابق النجف هدف التقدم الثالث. وقل قد يثأر الصقور ويفوزون ويثأرون ويتقدمون برباعية من كرة جميلة مباغتة من محمد قاسم، كادت أن تكون هدف في شباك النجف، ترتد من العارضة إلى كرة يتمكن من استغلالها لاعبو الصقور. شوف المدافع، شوف محمد عصام هياها على طبق من ذهب إلى محمد جواد، تعثر أكبوتشو والكرة تمر على يمين الحارس سرهند محسن. الآن في نظراته أمام ليث معا. كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم، الله! والهدف الأول لنادي كربلاء للعميد ومن كريم بن عريف. هكذا يكرمون الضيوف بهدف أول يسجل من علامة الجزاء. المغربي يفتتح التسجيل لنادي كربلاء. شاهد هنا التقدم، وضع الكرة في الزاوية اليمنى ليعلن عن أول أهداف اللقاء لنادي كربلاء. يسجل الهدف الأول بالمباراة، أول أهداف اللقاء من علامة الجزاء لنادي كربلاء. كريم بن عريف على التنفيذ. كريم بن عريف تلعب الكرة بالراس، هناك نقلة عدت بتصويبة، مضت، جول ثاني. العميد بكرة مباغتة، نعم، تسجل الهدف الثاني. أوتارا لنادي كربلاء للعميد
اليوم وبهدف ثاني يعلنها. هنا الركنية نفذت وهنا بتصويبة بالمصطفى راضي، ارتدت هناك اصطدت وأوتارا بهذه الراسية التي أبعدت الكرة. مصطفى راضي من حسين طالب إلى أوتارا بهذه الكرة بعد ما شاهد الإعادة من حسين طالب. نعم، وارتدمت الكرة، اصطدت بأوتارا وغيرت مسارها ودخلت المرمى، أضافت الهدف الثاني لنادي كربلاء. هنا اليوم نشاهد سيف رشيد يحاول بتصويب. الله يا سيف رشيد، هذا صاروخ. نعم، بكرة أرضية قوية. سيف رشيد فلا شيء جديد. هنا سيف رشيد نعم يسجل ومن مكان بعيد. شاهد هنا التمريرة، هنا التسديدة، هنا الصاروخ، هنا هدف تقليص الفارق من الحارث إلى رشيد، إلى رشيد. لا شيء جديد يا سيف رشيد، يعلن عن هدفه الثالث عشر هذا الموسم بتسديدة قوية بصاروخ يقلص من خلاله نتيجة المباراة. الفريق لا يستسلم ولن ييأس من أي لحظة، ممكن أن يعودوا ويعدلوا. الله، جاء هدف التعادل. ذكرتها بنفس اللحظات، إذا لم تستثمر هذه الفرص ستندم على تلك الكرات التي أضعتها. وجاء هدف التعادل، جاء هدف التعادل بالدقائق القاتلة المتبقية من أحداث المباراة. يأتي هدف التعادل من البديل حيدر عبد الرحيم. أصبحت نتيجة المباراة بهدفين مقابل هدفين. عند هذا الهدف الثالث بعد أن سجل هو في شباك تروك ونوروز، واليوم يسجل في شباك نادي كربلاء. الله، الحارث حاتم، أي بداية وأي نهاية، أي بداية وأي نهاية. دائما ما يصنع الأهداف، لكن هذه المرة يسجل، هذه المرة يسجل الحارث حاتم. وريمونتادا لنادي القاسم، ريمونتادا لنادي القاسم. يسجل بهدف ثالث. شاهد النقلة، شاهد الإعادة من الحارث هناك لحيدر. شاهد هناك عادة هنا بهذا المرور، فاجأت الجميع بدخوله وسدد من مكان بعيد. الله 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 الله، من الحارث حاتم خارج القدم بتصويبه من خارج منطقة ال18 تعلن عن الهدف الثالث في المباراة. ريمونتادا بالوقت القاتل لنادي القاسم. 3-2 يتكرر سيناريو مباراة كربلاء والنجف. نعم، لتصبح ب3 أهداف مقابل هدفين استطاعوا من خلالها أن يسجلوا الهدف الثالث. هذه كرة، أوه، لا شيء مستحيل، لا شيء مستحيل. العميد العميد، وهذا الشيء ليس من جديد على نادي كربلاء. نعم، لا يهتز العميد، لا يرتجف، لا يتراجع من العميد. والعودة من جديد، العودة من جديد لكربلاء. العميد بتمريرة، هنا عبد الله حسون. شاهد التمريرة، مضت وصلت لحسين طالب وعادت بالتعادل ب10 لاعبين. يعدلون عبد الله، نعم، من حسين طالب. يا عبد الله حسون لحسين طالب. كرة بها الوسط، اوسينو حاول اللعب، سالم تلعب، اندريه من هناك، اندريه محاولة هدفين لأندريه السناطي. الكرة، الله، هدف 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 للسفانة، للميناء الكنغولي كيسندا. شوف الظهير الأيمن، أول للسفانة، أول للميناء بكرة قوية جدا. تيسيليا كيسندا الظهير الأيمن الكنغولي. لاحظ سالم، لكن حلوة بالحكم اللقاء، أعطى الأدفانتج. هنا أندريه
الصناطي. لاحظ التحضير، كيسندا بزاوية صعبة، وهدف أول للسفانة، هدف أول للميناء بكرة قوية جدا عن طريق كيسندا المدافع الكنغولي. حلوة المباراة الآن، أول للميناء، أول للسفانة. 85 للشرطة، لم يحضر، ربما وقت الحضور. هنا مراد، كرة الموسم يا مراد، الله، كرة الموسم، هدف الموسم. إن كنت تريد اللقب فعليك انتزاعه من حامله. لاحظ إبراهيم نسر نيجيريا، وإن حلق فإنه سجل، وإن لم يحلق فإنه صنع إلى مراد. لاحظ هنا عملية المرور، العبور، التسجيل والحضور. ويا مراد أنت من أتيت بالمراد يا مراد. الشالجية تشتعل في هذه اللحظات. خدع كام، خدع باسل، خدع الشرطة، ينتظرون التمرير. 19 نقطة. انطلاقة الآن داكوستا خطيرة للحدود، عالية وجول. دينيس أنتوي الغاني من سنغالي من داكوستا. هدف أول للحدود. الحدود يسجل عن طريق دينيس أنتوي. شوفوا الانطلاقة من داكوستا السنغالي يمر من البرازيلي بهذه اللقطة والانطلاقة والكرة الجيدة، ودينيس برأسية لا يكذب خبر، ويسجل الهدف الأول للحدود في مرمى الكرخ. يصل دينيس إلى هدف طبعا الخامس بدورينا. مع حسين فاهم، عالية خطيرة، الله. إيفياني إيزي يعدل للكناري. رايح جاي يسجل، سجل في المرحلة الأولى طبعا في مباراة 1-1، ويصل إلى هدف العاشر بدورينا. الله، حسين فاهم وإيزي فاهم طريق المرمى. يعدل للكناري، يعدل للكناري. 1-1 أصبحت الآن. الله إيزي لكن كرة صعبة. عدل للكرخ، عدل للكناري. 1-1. لاحظ الرأسية، ووصل إلى هدف العاشر. دينيس أنتوي حدود، دينيس ثاني للحدود. مهيمن سليم بلاخ البديل الناجح. مهيمن إذا نعود وإياكم أحبتي مشاهدي ومتابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي، والشوط الثاني للقاء الطلبة ونفط ميسان، ومن على ملعب المدينة الدولي. بعد ما شاهدنا الشوط الأول ينتهي لصالح الطلبة بهدف لا شيء. سجل الهدف عن طريق اللاعب التنزاني مسوفا، والطلبة في بداية الشوط الثاني وهدف التعادل لنادي نفط ميسان. هدف التعادل لنادي نفط ميسان. اعتقد كرار سعد بخطأ من كرار سعد
يسجل في مرماه ويعدل النتيجة نفط ميسان لتصبح النتيجة 1-1. هدف تعادل لنفط ميسان، هدف تعادل لنفط ميسان عن طريق خطأ المدافع كرار سعد اللي يودعها في الشباك، ويعلن عن هدف تعادل لفريق نفط ميسان أمام فرحة جماهير نفط ميسان الحاضرة في ملعب المدينة الدولي. لاحظ الإعادة ولاحظ الخطأ. عثمان سانيه برأسية يسجل لفريق نفط ميسان. عثمان سانيه هو اللي يسجل. كنا نتوقع أن كرار سعد هو اللي وضعها في المرمى، لكن عثمان سانيه لاحظ وضعها على يمين حارس المرمى فهد طالب ليعدل النتيجة لنفط ميسان في مرمى الطلبة. وعثمان سانيه لاعب النيجيري يسجل هدف تعادل لفريق نفط ميسان ويصل إلى هدفه الخامس. عثمان سانيه هدفه الخامس بعد ما سجل في مرمى الكرخ والقرمة وديالة، ونوروز الآن يسجل في مرمى الطلبة ويعدل النتيجة لنفط ميسان. 1-1 ما بين الطلبة ونفط ميسان. سلامة لديمي داوود اللاعب السنغالي. إذا نفط ميسان الآن يدرك التعادل عن طريق عثمان سانيه. بالسلامة لديمي داوود. بداية قوية لنفط ميسان، وهنا باسم قاسم يفكر بما يفعله من خلال الشوط الثاني. أكيد كان إلى حديث مع لاعبيه في فترة الاستراحة ما بين الشوطين الشوط الثاني والدخول بقوة، لكن من دخل بقوة إلى الشوط الثاني هو نفط ميسان فرسان المملكة، وإدراك التعادل عن طريق عثمان سانيه. هذه جماهير الميسانية، هذه الجماهير الميسانية المحبين لنادي نفط ميسان. حسن نجم حارس المرمى، حسن نجم حارس المرمى لنادي نفط ميسان. كرة عالية أوكيكي أفولافي، لكن تدخل من دينيس نيغوين كاميروني مدافع الطلبة. كرة عالية عائدة لكرار سعد مدافع اليسار لنادي الطلبة. كرار الأنيق، ومفاجأة للأنيق من قبل نفط ميسان بإدراك التعادل. هنا سايمون امسوفا صاحب هدف الطلبة من خلال هذا اللقاء. كرة النقل، هذا غيث معروفي اللي اشترك بديل. غيث معروفي اللي دخل بديل لهمام طارق اللي ترك المباراة. همام غادر همام واشترك اللاعب التونسي غيث معروفي. في أول تغيير المدرب باسم قاسم يشرك غيث معروفي بدلا لهمام طارق. أول تغييرات المدرب هذا كرار أيضا يشترك. كرار محمد يشترك كبديل أيضا مع الطلبة مع تغييرات المدرب باسم قاسم في مطلع الشوط الثاني. لاحظ هنا الإعادة، هنا المرور من ماثيو أولاد ميلا اللاعب النيجيري، وتدخل من كرار محمد، وركلة حرة لصالح نفط ميسان وبطاقة صفراء لكرار محمد. بداية قوية لنفط ميسان في بداية الشوط الثاني أمام فرحة جماهيره، بينما جماهير الأنيق تطالب الفريق بتحقيق الانتصار والذهاب. هو يبقى في المركز الرابع، لكن ممكن مع المباريات القادمة فريق الطلبة ممكن أن يدخل في صراع المنافس. 8 جولات يعني متبقية. هذا غيث معروفي لكن مرت إلى الخارج. ركلة مرمى لصالح نفط ميسان. غيث اللاعب التونسي غيث معروفي. خروج ل نفط ميسان أيضا غير علي كوتي بديلا لأوكيكي أفولاب. غير نفط ميسان سيان عبد الواحد مدرب فريق نفط ميسان أشرك اللاعب علي كوتي بديلا لأوكيكي أفولاب. إذا تغيير للطلبة، تغيير نفط ميسان مع التغييرات اللي كانت في مطلع الشوط الثاني. تغيرت نتيجة المباراة وعدل النتيجة نفط ميسان أقرب لدفاعات الطلبة. بطاقة صفراء لكرار محمد. سيان عمار قريب من غيث معروفي، حاول يمر غيث معروف. غيث
للوسط لؤي العاني الطلبة. كانت مفاجأة للطلبة في الدقيقة الأولى من بداية الشوط الثاني، هدف تعادل عن طريق عثمان ساني. كرة النقل للوسط سايمون مسوفة، عيد الخلف سايمون مسوفة. صراع الوسط ما بين لاعبي الطلبة ونفط ميسان. علاء يشكو من إصابة لكن نهض على سايمون، حاول يمر قريب منه غيث معروفي. سايمون مسوفة يحاول يمر بالمهارة، سايمون مر بالمهارة. تنزاني داخل منطقة الجزاء والصراع مع الكسندر يولي لاعب الايفواري. تنزاني وايفواري. كرة النقل الامام، علاء سعد يحاول ان يمر، علاء سعد وهنا خطأ لصالح نادي نفط ميسان. خطأ على كرار محمد، خطأ على كرار محمد. ركلة حرة مباشرة. هذا هو علاء سعد صاحب الاهداف الستة مع دخول علي كوتي اللي عنده هدفين مع نادي نفط ميسان خلال هذا الموسم. سجل في مرمى نادي القاسم وسجل في مرمى نادي القرمة. علي كوتي اول تغييرات المدرب حسين عبد الواحد مدرب فريق نفط ميسان. كرة من جهة اليمين، عثمان ساني من امامه تمر وتبعد الى خارج الملعب برمية جانبية. هذا كرار سعد، كرار سعد رمية جانبية لنفط ميسان. كرار بعيدة إلى خارج الملعب رمية جانبية أخرى. هذا هو همام لا زال موجود في المباراة. رمية جانبية لصالح نادي نفط ميسان قريبة لعلم الزاوية لمرمى فريق نادي الطلبة. صراع موجود، عملية تمرير، كرة عن طريق الوسط غيث، ممكن مرتدة الآن الطلبة الأنيق يبحث عن حسين لاوندي قريبة لمنطقة الجزاء لكن بعيدة عن حسين لاوندي وأقرب لحارس المرمى حسن نجم حارس المرمى لنفط ميسان. لنفط ميسان كرة عن طريق الوسط، اعتقد اللي غادر دريسان يانج. حسين مسوفة، خاطئة من مسوفة، عادت لوسط نفط ميسان. الاعتماد على المرتدات والبحث عن داوودة وايضا عثمان ساني، وبعد ذلك نزول لاعب علي كوتي كرأس حربة مع تشكيل فريق نادي نفط ميسان. غيث ينقل كرة الامام، كرار لاعب الوسط لاعب الارتكاز لفريق الطلبة يبحث عن خطأ لكن حكم المباراة احمد عسكر يشير لاستمرار عملية تغيير. هناك ديمي او عثمان، علاء بينه وبين كرار سعد، علاء سعد وكرار سعد والصراع من اجل استخلاص الكرة. عادة الطلبة لأنيق، هل يعود التسجيل من جديد؟ هذا همام ينقل كرة الامام، همام الان الطلبة يحاول ان يهاجم بقوة على مرمى فريق نفط ميسان. اضافة هدف ثاني ممكن العاني داخل منطقة الجزاء، العاني لكن تدخل من دفاعات فريق نفط ميسان والابعاد عن طريق المدافع سواليو وترى. هجوم لنفط ميسان، ديمي داوودة يحاول يمر، ديمي داوودة بينه وبين حسين عمار، مر بهذه الطريقة ديمي السنغالي قريبا لمنطقة الجزاء. علاء لو وجد المساحة لسدد لكن الابعاد من امام علاء سعد من قبل دفاعات فريق الطلب. لؤي العاني، لاحظ سرعة في الاداء من كلا الفريقين لغاية الان طلبة ونفط ميسان. سرعة في الاداء، حسين عمار، حسين عمار، حسين عمار الطلب الثاني ممكن مسوفة. غيث يحاول ان يسدد على المرمى لكن بعيدة كرة غيث معروفي الى خارج الملعب بركلة مرمى، ركلة مرمى. ركلة مرمى. لاحظ هنا الإعادة والخطأ اللي وقع من خلال لاعب ومدافع فريق نفط ميسان لاعب سواليو وترى. هنا المحاولة لغيث ليسدد بالمباشر على المرمى لكن طالت على غيث معروف. هنا الإعادة لبعض اللقطات وصراعات اللاعبين في منتصف الملعب. هذا غيث معروفي مثل الجوية، غيث معروفي المواسم الماضية اللاعب التونسي. ركلة مرمى لنفط ميسان،
ركلة مرمى لفرسان المملكة. لفرسان المملكة. دينيس نيغوين. عباس فاضل مدافع اليمين لنفط ميسان، وعملية الإبعاد مرت إلى خارج الملعب، تصبح رمية جانبية للطلبة. الأنيق يحاول إسعاد جماهيره الحاضرة المتواجدة اللي دائما ما تكون حضورها مميز كرة الأمام لصالح نادي الطلبة. عملية الإبعاد من مصطفى محمد، المحاولة تستمر. فريق الطلبة لؤي الباحث عن الانتصار، الباحث عن الفوز. لا زالت حائرة الكرة داخل منطقة جزاء نفط ميسان، يستغلها مسوفة، يحاول أن يمرر مسوفة لكن طالت إلى خارج أرضية الملعب لركلة مرمى لصالح نادي نفط ميسان. ركلة مرمى لنفط ميسان. نفط ميسان طبعا المباراة القادمة ستكون أمام نادي القاسم يوم السبت. يوم السبت سيقابل نادي القاسم، بينما الطلبة سيحل ضيفا على الكرخ في ملعب الساحر أحمد راضي. يوم الخميس الطلبة بمواجهة الكرخ. طلبة المباراة الماضية تعادل مع النفط بدون أهداف. الجولة الماضية تعادل مع النفط. طبعا الفريقين عندهم مباراة مؤجلة مع دهوك، نفط ميسان والطلبة، من المباريات الستة المؤجلة لفريق دهوك. الطلبة ونفط ميسان الاثنين عندهم مباراة مؤجلة مع دهوك. كرة تبعد إلى خارج الملعب، رمية جانبية للأنيق، هذا سواليو وتارا الإيفواري، عادت إلى لؤي العاني عن طريق الوسط، يحاول يمرر للأمام. دينيس نيغوين يحاول يمر الكاميروني، يغير لعب إلى جهة اليسار، تبقى المحاولة لصالح نادي الطلبة، عملية تمرير الأمام لكن كرات الطلبة تصطد بمدافعي فريق نفط ميسان. ديمي داودة السنغالي يحاول يمر، ديمي داودة قريب من حسين عمار، يحاول ان يفتك الكره حسين عمار اللي يحصل على خطا، وركله حره لصالح نادي الطلبه. ركله حره للطلبه وديمي داودة، والصراع مع حسين عمار. هذا هو ديمي داودة السنغالي بطاقة صفراء على ديمي داودة. طبعا الطلبة في ملعب المتبقي للطلبة 4 مباريات على هذا الملعب. في الجولة 32 سيقابل كربلاء، في الجولة 35 يقابل القوة الجوية، والجولة 37 يقابل نادي القاسم، ومباراة المؤجلة أمام دهوك من الجولة 18. هذه مباريات ال4 المتبقية على ملعب الطلبة، هو ملعب المدينة. وخارج ملعبه جولة 31 راح يقابل الكرخ، 33 يقابل دهوك، و34 أربيل، و36 الميناء، وآخر جولة لدورنا خلال هذا الموسم سيقابل نادي النجف. هاي مباريات الطلبة خارج ملعب. بينما على الجانب الآخر نفط ميسان خارج ملعبه في الجولة 32 يقابل أربيل في أربيل، والجولة 34 سيعود إلى العاصمة لمقابلة النفط، وبعد ذلك في الجولة 36 أيضا سيعود إلى العاصمة لمقابلة الحدود، والجولة 38 أيضا سيتواجد في العاصمة لمقابلة القوة الجوية. مباراة المؤجلة مع دهوك ستكون خارج ملعبه، مؤجلة من الجولة 23. على ملعبه في الجولة 31 يقابل نادي القاسم، في الجولة 33 يقابل نادي الزوراء، وفي الجولة 35 يقابل الميناء، وفي الجولة 37 يقابل النجف. على ملعبه 4 مباريات مع نادي القاسم، مع الزوراء والميناء والنجف.
المباريات المتبقية للفريقين. كرة النقل الأمام علي كوتي، لكن من أمامه مرت علي كوتي وتبعد إلى خارج الملعب برمية جانبية لصالح نفط ميسان من الجهة البعيدة. كرار سعد، هناك تغيير، شريف عبد الكاظم يشترك الآن. ثالث تغييرات المدرب باسم قاسم، بدأ يغير على مستوى التشكيل، يخرج همام ويشرك شريف عبد الكاظم. شريف عبد الكاظم، كرة الأمام، عملية الإبعاد إلى خارج الملعب. رمية جانبية لصالح نفط ميسان، هذا مصطفى محمد على التنفيذ للرمية الجانبية. روح رياضية جميلة ما بين مصطفى وهذا حسين عمار يشكو من إصابة. الطلبة اللي فاز في 14 مباراة، تعادل في 6 وخسر في 10. 10 مباريات خسرها الطلبة، يعني صعب جدا فريق بحجم الطلبة أن يخسر في 10 مباريات في الدوري، والدوري لا زال مستمر ونحن نصل إلى الجولة 30. نصل إلى الجولة 30 والطلبة خسر في 10 مباريات، سجل 28 عليه 18 هدف. ثاني أقوى خط دفاع في دورينا بعد الشرطة، والشرطة أنهى الشوط الأول متقدما على أربيل بهدف للا شيء، بينما نفط ميسان فاز في 12 مباراة، تعادل في 6 وخسر في 10 أيضا. يعني الفريقين تعادلوا في 6 وخسروا في 10، لكن عدد مرات الفوز لصالح الطلبة 14 انتصار مقابل 12 انتصار نفط ميسان، ولحد الآن التعادل 1-1 ما بين الفريقين. محاولة النقل الأمام، عملية الهجوم للطلبة بعيدة عن غيث، معروف إلى خارج الملعب برمية جانبي. هذا شريف عبد الكاظم عنده 3 أهداف على أربيل وعلى الجوية وعلى الحدود. شريف عبد الكاظم اللي اشترك قبل لحظات بديل لهمام طارق. رمية جانبية لنفط ميسان من الجهة القريبة، مصطفى محمد اليوم يلعب كمدافع يسار. عملية الإبعاد مرت إلى خارج الملعب لركلة مرمى لنفط ميسان. مرت إلى ركلة مرمى لنفط ميسان. نفط ميسان في حال انتصاره سيتقدم إلى المركز السابع بدلا من أدهوك، هو لغاية الآن في المركز الثامن، والطلبة لغاية الآن في المركز الرابع. كرة للأمام، عثمان ساني، مرت على عثمان ساني، قطع من دفاعات فريق الطلبة. عملية الهجوم المرتد، حسين عمار ينطلق بسرعة، ممكن يمرر لشريف اللي يطلب الكرة. شريف جهة اليسار، الطلبة العنيق ممكن يسجل هدف آخر يصل إلى نتيجة المباراة خطيرة على المرمى، وشريف مرت من أمامه إلى ركنية، مرت إلى ركنية لصالح نادي الطلبة. تدخل من سواليو وتارا الإيفواري، هناك تغيير آخر، هذا سجاد يشترك الآن، سجاد جبار، وخروج لعلاء سعد. تغيير آخر للمدرب حسين عبد الواحد، تغيير آخر لحسين عبد الواحد مدرب نفط ميسان في ثالث مباراة لحسين عبد الواحد. طبعا المفارقة أكبر نتيجة خسرها فريق نفط ميسان خلال هذا الموسم، هو خسر نتيجتين، مع الشرطة 4-0 ومع النجف 4-1، لكن هي الأكبر 4-0 أمام الشرطة، والخسارة اللي تلقاها أمام الشرطة كانت بقيادة حسين عبد الواحد كمدرب لفريق الشرطة. هجوم مرتد الآن نفط ميسان، ممكن ديمي، لكن يخسرها ديمي داوودة، عادت لفريق الطلبة عن طريق الجانب الأيسر. الخسارة الأكبر اللي تلقاها خلال هذا الموسم أمام الشرطة 4-0 كانت بقيادة حسين عبد الواحد كمدرب لفريق الشرطة. بعد خروج المدرب محمد عبد العظيم المصري استلم فترة حسين عبد الواحد، وبعد ذلك جاء الدور على المدرب القديم الجديد لفريق نادي الشرطة مؤمن سليمان. حسين عبد الواحد هو اللي قاد الشرطة أمام نفط ميسان، المباراة اللي فاز فيها الشرطة 4-0 على نفط ميسان. الآن حسين عبد الواحد مدرب لنفط ميسان بمواجهة الطلبة، وهنا بطاقة صفراء، خطأ للطلبة. ألكسندر يولي يرتكب خطأ، ركلة حرة مباشرة للطلبة. الوقت يمضي ويستمر التعادل، وننتظر متى يكسر
التعادل ما بين الفريقين، ويسجل أحد الفريقين هدف الانتصار في هذا اللقاء. إذن ألكسندر يولي وبطاقة صفراء، ركلة حرة للطلبة. الأنيق هل يصل إلى هدف ثاني؟ وحكم المباراة يعيد تنفيذ الخطأ. ركلة حرة لوائل عاني داخل منطقة الجزاء، خطيرة للطلبة. عملية الإبعاد من حسن نجم بمبدأ السلامة إلى خارج الملعب بركلة ركنية لصالح نادي الطلبة. ركنية للطلبة، هذا حسن نجم. ركلة ركنية. داخل منطقة الجزاء طلبة. الهجوم المرتد الآن لمصلحة فريق نادي نفط ميسان. هناك خطأ يشير لحكم المباراة لوجود ركلة حرة لصالح نفط ميسان. هذا سجاد جبار اللي اشترك قبل قليل مع تشكيل فريق نفط ميسان، عنده 4 أهداف سجاد جبار على أربيل والحدود والشرطة وكربلاء. 4 أهداف لسجاد جبار. رمية جانبية للأنيق، تنفذ رمية جانبية. سعد ناطق يطلب الكرة من نيغوين. دينيس جهة اليمين، حسين عمار يمرر في المنتصف. حسين عمار عملية الهجوم، كرار يغير اللعب إلى جهة اليسار. شريف بدلاء فريق الطلبة من خلال الشوط الثاني. هذا شريف عبد الكاظم، يحاول يمر شريف عبد الكاظم، ينقل الوسط إلى مسوفا، يعيد للخلف. مسوفا التنزاني، مسوفا صاحب هدف الطلبة الوحيد. سعد ناطق عادت إلى دينيس نيغوين، غير اللعب إلى جهة اليسار. نيغوين كرات يتناقلها لاعبي فريق الطلبة عن طريق الوسط. هذا سايمون. مسوفا يغير اللعب لجهة اليمين، قطع من مصطفى محمد، تبعد إلى خارج الملعب. رمية جانبية مصطفى محمد، رمية جانبية مثل الزوراء والقوة الجوية، والآن يمثل الطلبة مصطفى محمد. هناك خطأ لصالح نادي الطلبة، احترف فترة قليلة في الدوري الإيراني. هذا ومسوفا يحصل على خطأ مع وجود ركلة حرة لصالح نادي الطلبة. طال انتظار جماهير الأنيق، طال طويلا انتظار جماهير الأنيق. متى ستكون العودة لهذا الفريق الكبير بتاريخه وإنجازاته؟ ركلة حرة سايمون مسوفا، 10 أهداف مع الطلبة. مسوفا هو الهداف للطلبة خلال هذا الموسم. ركلة حرة مباشرة. حسين عمار هل يمرر؟ هل يسدد حسين عمار؟ ننتظر. كرة ثابتة، ركلة حرة قريبة لمنطقة جزاء فريق نادي نفط ميسان. فرسان المملكة والدفاع عن النتيجة داخل منطقة الجزاء. المحاولة تستمر والصراع مستمر ما بين لاعبي نفط ميسان والطلبة، وهنا خطأ لصالح نادي نفط ميسان. بالسلامة لعلي كوتي، بالسلامة لعلي كوتي. لاحظ هنا الإعادة، كرار وعلي كوتي البدلاء اللي اشتركوا في الشوط الثاني. كرار من جانب فريق الطلبة، وعلي كوتي من جانب فريق نادي نفط ميسان. من جانب فريق نفط ميسان هل نشهد بدلاء آخرين؟ هذا حسين عبد الواحد، هذا حسين عبد الواحد يحاول أن يصل بفريق نفط ميسان إلى مركز متقدم، لكن يبقى المركز الأفضل لفريق نفط ميسان هو موسم 18-19، وفي ذلك الموسم كان الشرطة هو بطل الدوري العراقي. المركز الخامس مع الراحل رحمة الله على أحمد دحام، هو كان المدرب لفريق نفط ميسان في تلك الفترة. أفضل مركز الخامس. لكن الطلبة بألقاب الخمس لا زال بعيد عن منصات التتويج
في آخر 24 سنة فريق الطلبة بعيد عن منصات التتويج. لاحظ الإعادة والصراع ما بين لاعب الطلبة كرار محمد وأيضا علي كوتي مهاجم فريق نفط ميسان. ركلة حرة لصالح نفط ميسان لفرسان المملكة. يعني دائما يواجه الطلبة صعوبة أمام فريق نفط ميسان، والدليل أن فريق نفط ميسان متفوق تاريخيا على الطلبة، والدليل أن نفط ميسان متفوق تاريخيا على الطلبة ب10 انتصارات مقابل 8 انتصارات لفريق الطلبة. كرة عالية الأمام، سعد ناطق، كرة عن طريق الوسط، كرار محمد يحاول أن يمر كرار لكن ما مرت كرار. عادت لدفاعات فريق نادي نفط ميسان، أقرب لعباس فاضل اللي يبعدها إلى خارج الملعب لتصبح رمية جانبي. رمية جانبية لصالح نادي الطلبة من الجهة البعيدة. رمية جانبية للطلبة، تنفذ رمية جانبية قريب الخط الجانبي. حكم اللقاء يشير الاستمرار، المحاولة تستمر لنفط ميسان، تصطد وتبعد إلى خارج الملعب لرمية جانبية. هذا حسين لاوندي، حسين لاوندي. ثاني فريق نفطي يواجه الطلبة على هذا الملعب بعد ما واجه النفط في المباراة الماضية وتعادل بدون أهداف. فريق النفط الآخر نفط ميسان لغاية الآن هو متعادل مع نفط ميسان 1-1 في هذا اللقاء. مصطفى محمد تنقل الأمام قريبة لمنطقة الجزاء. علي كوتي، كنترول من علي كوتي، يحاول أن يمر علي كوتي. هناك لمسة يد على علي، لمسة يد على علي كوتي. علي كوتي هذا كان يلعب هداف دوري الدرجة الثانية في الناصرية. كشافين بحثوا عن هكذا لاعب يمتلك مقومات اللاعب والمهاجم الجيد، لذلك استعان بقدرات هذا اللاعب فريق نفط ميسان وجاء من الناصرية ليمثل فريق نفط ميسان. وهنا خطأ وتدخل مصطفى محمد وركلة حرة، ركلة حرة، وحكم المباراة يتجه لمصطفى محمد اللي يحصل على بطاقة صفراء. بطاقة صفراء لمصطفى محمد. طبعا هذه البطاقة الثامنة في هذا اللقاء. دريس نيانغ عنده بطاقة صفراء، كرار سعد عنده بطاقة صفراء، وأيضا كرار محمد عنده بطاقة صفراء من جانب فريق الطلبة. ومن جانب فريق نفط ميسان الكسندر يولي وسجاد جبار، ديمي داوودة. عذرا سجاد جبار لم يحصل على بطاقة صفراء، اشترك قبل لحظات. والآن مصطفى محمد أيضا يحصل على بطاقة صفراء. ماثيو أولاد ميلا وعثمان ساني أصحاب البطاقات الصفراء. البطاقة التاسعة في هذا اللقاء اللي يشيرها حكم اللقاء محمد عسكر. عملية الهجوم الطلبة الأنيق، عملية تمرير غيث معروفي داخل منطقة الجزاء والرأسية، لكن الحارس حسن نجم مع تقدم المدافع نيغوين دينيس نيغوين والرأسية، لكن الحارس حسن نجم يتمكن من إيقاف كرة دينيس نيغوين مع تمريرة اللاعب غيث معروفي. لاحظ الإعادة، لاحظ الارتقاء، لاحظ تصويب على المرمى بكرة رأسية عن طريق اللاعب دينيس نيغوين، لكن هذه المرة يتمكن الحارس حسن نجم من إنقاذ مرمى فريق نفط ميسان من رأسية دينيس نيغوين، لكن لم يستطع التصدي لرأسية اللاعب سايمون موسوفا اللاعب التنزاني. في بداية الشوط الأول سجل سايمون موسوفا برأسية. موسوفا جهة اليسار، عملية الهجوم لنفط ميسان تبعد إلى خارج الملعب. حسين عمار، ربع ساعة متبقية على نهاية المباراة مع توجيهات باسم قاسم المدرب الخبرة. مصطفى محمد اللي تلقى بطاقة صفراء قبل قليل. ديمي داوودة هي كرة قريبة لمنطقة الجزاء. عثمان ساني يخسرها، عثمان ساني المرتدة ممكن الطلبة. حسين لاوندي يطلب الكرة، شريف أيضا هو الآخر يطلب الكرة. شريف عبد الكاظم يحاول أن يمر بالمهارة، شريف يحاول أن يمر من أمام لاعبي نفط ميسان، يسدد على المرمى لكن بعيدة كرة شريف عبد الكاظم، بعيدة كرة شريف عبد الكاظم إلى خارج الملعب لركلة مرمى. ربع ساعة يا من تتابع وتشاهد قناة الرياضية العراقية وقنوات شبكة الإعلام العراقي، والتعادل يستمر 1-1 ما بين الفريقين.
تنقل لغيث معروفي، عملية تمرير الأمام أقرب لمسوفة لغيث، خطيرة الطلبة، ممكن ثاني لكن مرت وأبعدت إلى خارج الملعب لركلة ركني. بدأ الآن فريق الطلبة بالمد الهجومي على مرمى نفط ميسان لمضاعفة النتيجة بهدف آخر بنقاط 3 ثمينة لفريق الطلبة. وأيضا هل يتمكن فريق نفط ميسان العودة إلى الديار بنقاط المباراة؟ هذا غيث معروفي اللي اشترك في مطلع الشوط الثاني مع فريق الطلبة، اللاعب التونسي. ركلة ركنية للطلبة على القائم الأيسر لمرمى فريق نفط ميسان. ركلة ركنية، شريف على التنفيذ، ذو الركنية. محاولة حسين عمار داخل منطقة الجزاء مع تقدم لاعبي الطلبة، وهذا شريف يسدد لكن مرة للمرة الثانية يسدد لكن يخطئ المرمى. للمرة الثانية شريف عبد الكاظم يسدد لكن يخطئ المرمى. إن شاء الله بالسلامة هذا محمد سلام. لاحظ هنا الإعادة والارتقاء والاشتراك، وهنا التسديد من شريف لكن مرت إلى خارج الملعب. سجاد، جبار، شريف عبد الكاظم صاحب المحاولة قبل قليل للطلبة على مرمى نفط ميسان. ما نتمنى الإصابات لكل اللاعبين الموجودين داخل أرضية الملعب، للاعبي الطلبة، لاعبي نفط ميسان، بالسلامة إن شاء الله. النقطة راح تكون جيدة لفريق نفط ميسان إذا ما خرج متعادل أمام الطلبة. نلعب في الدقائق الأخيرة أمام حيرة جمهور الأنيق اللي طال انتظار هذا الجمهور لسنوات وسنوات، لكن في كل الظروف اللي مر من خلالها فريق الطلبة، السنوات اللي يبتعد من خلالها عن منصات التتويج، جمهوره دائما يكون حاضر، يكون حاضر متواجد مؤازر لفريقه العاشق لفريقه جمهور الأنيق. لكن دائما ما يعاني هذا الجمهور من نتائج الفريق اللي لم تأتي بجديد لفريق الطلبة، سواء كان في السنوات الماضية وهذا الموسم. هنا المحاولة للثاني لكن حسين عمار ومصطفى محمد في اللحظة الأخيرة وعملية الإبعاد. ركنية للطلبة، يقترب الآن الطلبة، يقترب فريق الطلبة للوصول إلى هدف ثاني في مرمى نفط ميسان. بالسلامة لمصطفى محمد. واضح الإرهاق على اللاعبين وخصوصا من جانب لاعبي فريق نفط ميسان، الإرهاق مع دخولنا في أجواء الصيف الحارة. لاحظ هنا الإعادة وتمريرة من حسين عمار اللي اصطدت بمصطفى محمد وسواليو. وترى هناك تغييرات لنادي نفط ميسان، تغييرين دفعة واحدة. هذا أكرم رحيم يشترك. عبد الله أيضا يشترك. تغييرات عبد الله خلف، محمد. تغييرات بالنسبة لفريق نادي نفط ميسان، 3 تغييرات دفعة واحدة للمدرب حسين عبد الواحد، يحاول أن يحافظ على النتيجة بإشراكه اللاعبين الثلاثة. وهنا محاولة الطلبة داخل منطقة الجزاء والإبعاد من دفاعات فريق نفط ميسان اللي يدافع عن المحاولات. الآن مهند حبيب يشترك، وعبد الله خلف أيضا يشترك، بالإضافة إلى أكرم رحيم. 3 تغييرات للمدرب حسين عبد الواحد. عملية تغيير طلبة، شريف قريب من منطقة الجزاء يحاول أن يمرر داخل منطقة الجزاء، والارتقاء من دينيس نجوين لكن تصل سهلة لحارس المرمى حسن نجم. 9 دقائق يا من تتابع وتشاهد قنوات شبكة الإعلام العراقي. هذا دينيس نجوين اللي دائما يتقدم. قبل هذه المحاولة أيضا كانت محاولة لدينيس نجوين الكاميروني لكن أنقذها الحارس حسن نجم.
وهذه محاولة أخرى تصل بسهولة لحسن نجم مع تأمين خط الدفاع. هناك تغيير. إذن اللاعب الشاب الحسن نعيم بديلا لحسين عمار، يشرك الحسن نعيم. الآن المدرب باسم قاسم. أول ظهور لهذا اللاعب كان أمام الكهرباء وسجل هدف التعادل. الحسن نعيم عنده هدف على الكهرباء في أول ظهور لهذا اللاعب مع الطلبة. الآن يشرك بديل لحسين عمار. في تغيير آخر المدرب باسم قاسم. عملية الهجوم الآن نفط ميسان، عملية تمرير قريبة من منطقة الجزاء. الطلبة كرة الأمام، بعاد إلى خارج الملعب من عباس فاضل، تصبح رمية جانبية من الجهة البعيدة لصالح نادي الطلبة. نفذ الرمية الجانبية سايمون سوفا، سعد ناطق للوسط لؤي العاني. عملية تغيير غيث جهة اليمين للطلبة، غيث معروفي. غيث وسايمون يطلب الكرة من غيث لكن تصطد بأكرم وتمر إلى خارج الملعب لرمية جانبية أو مهند حبيب. يستنفذ تغييرات الخمسة المدرب حسين عبد الواحد. رمية جانبية من غيث وصلت لدينيس، غير لعب إلى جهة اليسار. كرار سعد، حاول يمر كرار سعد، ينقل كرة داخل منطقة الجزاء. ممكن البديل حسن نعيم، اللاعب الشاب اللاعب الصغير، وهذا سايمون مسوفا، وتصطد بمهند حبيب وتبعد إلى خارج الملعب لتصبح ركلة ركنية للطلب. مهند حبيب حاول يؤمن المنطقة الدفاعية المدرب حسين عبد الواحد. هذا مسوفا هل يفعلها ويسجل فيما تبقى من دقائق للمباراة. حسن نجم، ركنية شريف عبد الكاظم على التنفيذ. الطلبة داخل منطقة الجزاء، من يرتقي للطلبة ولنفط ميسان، والمحاولة تستمر. عملية الهجوم مستمرة لفريق الطلبة، وعملية تمرير لؤي العاني، يحاول أن يمرر لؤي العاني لكن مرت وأبعدت إلى خارج الملعب لركلة ركنية أخرى لصالح نادي الطلبة. هذا سجاد جبار، واحد من بدلاء نفط ميسان في الشوط الثاني. سجاد جبار، ركلة ركنية على القائم الأيسر لمرمى نفط ميسان. يهاجم بكل قوة فريق الطلبة على مرمى نفط ميسان، يهاجم بقوة من أجل أن يسجل هدف ثاني. محاولة الطلبة والرأسية لكن الحارس للمرة الثالثة نيغوين على مرمى فريق نفط ميسان، لكن الحارس حسن نجم لا زال يدافع عن مرماه. الحارس حسن نجم. الكسندر يولي، غيث، سعد للوسط بعيد عن كرار، عادت لوسط نفط ميسان. صراع المنتصف، لاعبي نفط ميسان. هناك خطأ وركلة حرة لصالح نادي الطلبة، ركلة حرة لنادي الطلبة. هذا كرار محمد سبق وأن مثل الطلبة النفط. سبق وأن مثل النفط كلاعب. كرار محمد لاعب الوسط، لاعب منتخبنا الأولمبي العراقي، كان موجود في أولمبياد باريس مع مدرب الكهرباء الحالي السيد راضي شليش. هذا هو كرار محمد. خطأ لصالح نفط ميسان. سجاد جبار والصراع مع كرار، وخطأ لنفط ميسان. الدقائق الأخيرة هل ستكون مثيرة لنفط ميسان للطلبة؟ هل نشهد هدف ثاني؟ إذا ما سجل أحد الفريقين صعب راح يكون التعويض، صعب العودة للمباراة، والطلبة يبحث عن الهدف ونفط ميسان يبحث عن الهدف. محاولة للوسط، كرار سعد جهة اليسار للطلبة، عملية تمرير الأمام، البحث عن الحسن نعيم، عن مسوفا، عن شريف عبد الكاظم، عن جهة اليمين غيث معروفي اللي دائما ينطلق عن طريق الجانب الأيمن. عملية تمرير لكن بدون تركيز، بدون عنوان من قبل لاعبي نفط ميسان. تصل لدفاعات الطلبة، أقرب لسعد ناطق، يمرر للوسط العاني، يحاول نقل الكرة مسوفا ممكن يمر مسوفا قريبة لمنطقة الجزاء. الحسن نعيم هل يفعلها كما فعلها أمام الكهرباء وسجل في اللحظات الأخيرة، عدل النتيجة، وبعد ذلك حسين عمار اللي خرج هو من سجل الهدف الثاني في مرمى الكهرباء. والكهرباء يوم أمس فاز على الميناء. لؤي العاني
تمريرة خاطئة من لؤي العاني. كرة يتناقلها لاعبي نفط ميسان عن طريق الوسط. تمريرة أمامية لكن قطع من دينيس نجوين. ينقلها إلى كرار سعد. الطلبة عملية الهجوم شريف يحاول أن يمرر. هذا حسين قريبا لمنطقة الجزاء. خطيرة ممكن الطلبة، ممكن شريف يمرر. شريف يبحث عن التمرير لكن مرت وأبعدت إلى خارج أرضية الملعب لتصبح ركلة ركنية. ما أكثر الركنيات للطلبة في الشوط الثاني لكن لم تستغل الركنيات للاعبين هذا الطلبة على مرمى نفط ميسان. ركنية على القائم الأيمن الرأسية ممكن للاعبي فريق الطلبة بقمصان زرقاء داخل منطقة جزاء نفط ميسان، وحارس المرمى حسن نجم. مرة أولى وثانية أمام الكثافة الهجومية والدفاعية. الهجومية للاعبي الطلبة والدفاعية لنفط ميسان تترك للحارس حسن نجم. حسن نجم لاحظ هذه الإعادة والصراع القريب على المرمى. ممكن نشاهد الصورة على الملعب. الإعادة مرة أولى وثانية لكن ما الذي حصل؟ لنشاهد صيحات جماهير الطلبة في هذه اللحظات. ولحكم المباراة الحارس أعتقد اعتراض اللاعب أوسلات. الوسلاتي يشترك الآن. حبيب الوسلاتي اللاعب التونسي يشترك في هذه اللحظات كبديل لفريق الطلبة. حبيب الوسلاتي اللي عنده هدف على الحدود، اللاعب التونسي يشترك الآن. تغيير آخر للطلبة. مع تغييرات الطلبة لم تتغير نتيجة لصالح بعد ما أنهى الشوط الأول متقدم، وعدل نفط ميسان والآن يبحث عن هدف ثاني الطلبة وأيضا نفط ميسان. هذا حسين عبد الواحد عنده ألقاب على مستوى الدوري العراقي مع أندية مختلفة، 7 ألقاب، وكمدرب كمساعد مع الشرطة عنده ألقاب. حسين عبد الواحد كرة عالية قريبة لمنطقة الجزاء في أول مهمة لحسين عبد الواحد كمدرب مع فريق نفط ميسان. هو عمل مساعد مع الشرطة مع الزوراء، لكن اليوم يجد نفسه كمدرب أول مع فريق نفط ميسان. كرة داخل منطقة الجزاء الرأسية لكن سهلة وبعيدة عن مرمى فريق نفط ميسان إلى الخارج لركلة مرمى. هذا حبيب الوسلاتي اللي اشترك قبل قليل. يحاول الوسلاتي أن يسجل للطلبة. لاحظ هنا الرأسية من حبيب الوسلاتي إلى خارج أرضية الملعب. هدف في مرمى الحدود وبطاقة لحسن نجم. حسن نجم وتعمد تأخير اللاعب حسن نجم، عاشر بطاقة صفراء في هذا اللقاء. حسن نجم يتلقى بطاقة صفراء من قبل حكم اللقاء أحمد محمد عسكر. ركلة مرمى. ركلة مرمى لصالح نادي نفط ميسان. كرة عالية للأمام. سعد ناطق أقرب لكرار سعد جهة اليسار. 90 دقيقة انتهت. سنلعب في الوقت المضاف للشوط الثاني والمباراة. غيث معروفي. عملية الهجوم الآن حسين والضغط على مدافعي فريق نفط ميسان. خطأ على حسين لاوندي. ركلة حرة مباشرة لصالح نفط ميسان. ألكسندر يولي الإيفواري يحصل على خطأ. ركلة حرة لصالح نفط ميسان. هذا حسين لاوندي والدفع من حسين لاوندي على ألكسندر يولي اللي يحصل على خطأ. ركلة حرة لنفط ميسان نفذت بشكل سريع. عادت وعملية الهجوم الآن لمصلحة فريق نادي الطلبة. هذا الحسن نعيم مرت من أمامه ورمية جانبية للطلبة. رمية جانبية للطلبة. هذا اسواليو واتارا. رمية جانبية وطالت على حبيب الوسلاتي. طالت على حبيب الوسلاتي. 7 دقائق يضيف حكم اللقاء أحمد محمد عسكر. سنلعب حتى الدقيقة 97. هل ستكون الدقائق السبعة المضاف كفيلة للطلبة أن يسجل هدف ثاني؟ هل ستكون ال7 دقائق كفيلة لنفط ميسان أن يسجل هدف ثاني؟
أم ستذهب المباراة إلى التعادل؟ إلى التعادل ويتقاسم الفريقين نقاط المباراة. ركلة مرمى لنفط ميسان عالية للأمام، قطع موجود، تدخل نيغوين، قد يخطئ نيغوين، وهنا علي كوتي. علي كوتي يحاول يمر بمفردة في خط الأمام لفريق نفط ميسان، يحاول إيجاد زميل آخر للتمرير لكن بعيدة عن لاعبي نفط ميسان. هذا هو علي كوتي اللي دخل بديل اللاعب أوكيكي أفولابي. نيغوين، غيث جهة اليمين، الطلبة عائدة لسعد ناطق، سعد بالمباشر عن طريق الوسط، كرار محمد غير لعب إلى كرار سعد، هناك على جهة اليسار الطلبة مع التمرير في المنتصف. لاحظ لاعبي فريق نفط ميسان والدفاع من منتصف الملعب، كل لاعبي فريق نفط ميسان متراجعين في ملعبهم، كل لاعبي نفط ميسان متراجعين في ملعبهم على الأقل الحفاظ على نتيجة التعادل أمام الطلبة. نقطة تعتبر جيدة لفريق نفط ميسان إذا ما خرج من هذه المباراة متعادل. عملية الهجوم الآن لنادي نفط ميسان، ممكن من المرتدة، عثمان ساني يطالب بخطأ لكن حكم المباراة يشير للاستمرار. رمية جانبية، كرر للوسط، حسن نعيم إلى حبيب الوسلاتي، يحاول التسديد، خطيرة ممكن لاوندي داخل منطقة الجزاء. حسين لاوندي مرة أولى وثانية سقط ونهض، وبعد ذلك ضاعت على حسين لاوندي، كان يطالب بخطأ، سقوط ونهوض لحسين لاوندي ويخسر الكرة بعد ذلك لمدافعي فريق نادي نفط ميسان لتصل لحارس المرمى حسن نجم. ضاعت الفرصة على الطلبة بعد تمريرة حبيب الوسلاتي اللي هيأها بشكل جميل حسين لاوندي، لكن أضاح حسين لاوندي. كانت الفرصة للطلبة لمضاعفة النتيجة وتسجيل هدف آخر. غيث معروف، لكن لاحظ هذه اللقطة في أسفل الشاشة لمحاولة حسين لاوندي. هنا عملية الهجوم، حبيب الوسلاتي يلحق بالكرة، حسين حبيب الوسلاتي يعيدها إلى غيث معروفي. غيث، نسور قرطاج موجودين في الدوري العراقي، محاولة داخل منطقة الجزاء، بعاد من مبدأ السلامة من حسن نجم، وهناك خطأ لصالح نفط ميسان، خطأ لنفط ميسان. خطأ لنفط ميسان. لاحظ هنا الإعادة، مرة أولى وثانية. إذن ركلة حرة لنفط ميسان أو ركلة مرمى. خلاص 3 دقائق متبقية والأمور باقية. نتيجة تعادل، سجل الطلبة في الشوط الأول وعدل النتيجة في بداية الشوط الثاني فريق نفط ميسان. كرة النقل لصالح الطلبة، مسوفا المتراجع، حسن أو سعد ناطق، عملية تمرير، قطع عن طريق المدافع عباس فاضل. هجوم الآن لفريق نادي نفط ميسان للوسط إلى سجاد جبار، لا وجود لخطأ حكم المباراة قريب. تبقى المحاولة فريق نادي الطلبة أقرب لحبيب الوسلاتي، هي كرة الأمام للحسن نعيم، الحسن يمر من أمام اللاعب سواليو وترى، وخطأ لصالح نادي الطلب، خطأ للطلب، خطأ للأنيق. ركلة حرة مباشرة، حبيب الوسلاتي، ركلة حرة مباشرة. لاحظ مر بطريقة ممتازة لاعب الحسن نعيم. حبيب الوسلاتي، هل سيكون حبيب جماهير الأنيق إذا ما أدرك الطلبة هدف ثاني؟ حبيب الوسلاتي ينفذ داخل منطقة الجزاء، خطيرة على مرمى نفط ميسان، أقرب لديمي داوودة، يحاول أن يمر ديمي، ينقل الوسط إلى سجاد جبار، يحاول يغير اللعب للأمام. عملية الهجوم نفط ميسان، فهد طالب والخروج من فهد طالب، يلعب دور المدافع، عادت لفريق الطلبة، المحاولة تستمر بسوفا،
لكن ايضا طالت على سوفا لتعود لنفط ميسان. لا وجود التسلل، المحاولة تستمر. هل يتمكن فريق نفط ميسان من اضافة هدف ثاني ويجعل فريق الطلبة في موقف حرج جدا؟ هنا المحاولة، هنا التسديدة على المرمى لكن ضاعت على فريق نادي نفط ميسان، ضاعت على البديل، ضاعت على البديل لفريق الطلبة. محاولة الآن للطلبة يهاجم الآن الطلبة وعملية الهجوم. عبد الله خلف كان عنده الفرصة لتسجيل هدف ثاني، عبد الله خلف عنده الفرصة لتسجيل هدف ثاني لكن ضيعها بطريقة غريبة. عملية الهجوم لا زالت لفريق نفط ميسان، يريد أن يصل إلى هدف ثاني لكن مرت فرصتان لنفط ميسان على مرمى الطلبة ضاعت. علي كوتي وعبد الله خلف، علي كوتي وعبد الله خلف في الثواني الأخيرة للشوط الثاني والمباراة. هذا سعد ناطق يلعب كرة عالية، شريف قطع من أمام شريف، دينيس نيغوينز، سوفا حاول يمر سوفا، يغير لعب إلى شريف عبد الكاظم. قد تكون آخر محاولة للطلبة على مرمى نفط ميسان قبل النهاية للشوط الثاني والمباراة. الطلبة عادت الوسط أقرب لسعد، وهنا في هذه الأثناء أيها الأحبة مشاهدينا ومتابعينا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، حكم اللقاء حكم درجة أولى أحمد محمد عسكر يطلق الصافرة النهائي الكامل للقاء الطلبة ونفط ميسان لحساب الجولة الثلاثين لدوري نجوم العراق. اللقاء ينتهي بالتعادل ما بين الفريقين 1-1. الطلبة سجل أولا عن طريق اللاعب الواضح أمام نمسوفا، وعدل النتيجة لفريق نفط ميسان من خلال الشوط الثاني اللاعب النيجيري اللاعب عثمان ساني، ليتقاسم الفريقين نقاط المباراة، وبذلك فريق نادي الطلبة يرفع رصيده إلى 49 نقطة، يبقى في المركز الرابع ونفط